ممكن تفهمني بوتاجاز فريش هامر ده بيشتغل ازاي وكل تفصيلة فيه؟ بحسبك عايزة تعرفي حاجة واحدة بس عن البوتاجاز، مش متعرفيش حاجة خالص. انا اول مرة يا فندم اشتري بوتاجاز وقلت لصاحب المحل انا عايزة بوتاجاز بيطبخ لوحده. بيطبخ لوحده كمان؟ ده كده العريس هيغير رأيه خالص. ما انا عرفته من اول يوم، اخري هعمله اندومي. الله يكون في عونه. اهو اتدبس وخلاص. طيب بالنسبة للبوتاجاز، انت عارفة اسمه ونوعه ومقاساته ومكوناته ولا بيطبخ لوحده خلاص؟ امال يا فندم انا جايبه حضرتك ليه؟ عشان تعرفني كل حاجة فيه وتقولي ايه رأيك فيه وكمان تشغله وتعرفني شغله ازاي. طيب هشرحهولك ماشي واشغلهولك ماشي، واعرفك كل جزء فيه بالنسبة لعيوبه اخر الشرح، عشان انت اشتريتيه خلاص يا معلم. ما تيجي انا وانت والمتابعين اللي هيشوفونا واللي ما يعرفوش زيها يدوسوا لايك ويشتركوا في القناة. يلا بينا. اهلا بيكم. اول حاجه هنتكلم عليها الازاز ده، ازاز المرايه الظهريه. ده ازاز مرايه عسلي، في منه عاكس مرايه خالص وفي منه عسلي، وده طبعا سهل، يعني ممكن سهل كده. بص تفكيه تركبيه ازاي. ينفع اشيل الازاز ده خالص واحط البوتاجاز زي البلت ان؟ اه ينفع طبعا، سهل جدا تشيليه وتركبيه عادي. تاني حاجه هنتكلم عليها الحوامل الظهر. مسكيها كده. تقيلة. اه تقيله جدا، خلي بالك لو وقعت منك هتفرفدي حته. بص مثبتينها باربع جوانات كده عشان ما تجرحش سطح البوتاجاز، اه. عشان البوتاجاز ده تيفال اسود، يعني مش سلستين انت فاهمة؟ تمام. بص الحافة بتاعته عاملة ازاي، دي بتبيت فيها الحوامل، ودي الغرف الحريق دي اللي بتولع النار، دي الغرف، دي شمعة الإشعال، وده حس الأمان اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. قلنا لو أي حاجة طفت منك أو أطفال بيلعبوا فيه أو مثلا حد طفى النار بيفصل أوتوماتيك لوحده. اه. ده كل حاجة، بس كل فترة منك محتاجة سلك معين تنضفيه كده بسلك معين بس وخلاص. هتلاقيه أصفر نحاس. تمام. هوريلك في العين الكبيرة اهي، تبص عليها برضو فيها. ادي الغرفة، دي شركة سباف، شركة إيطالية. ادي شمعة الإشعال والأمان اهوت. اه. بص في حاجة كمان بقى، البوتاجاز هنا لو جينا شفناها هتلاقي كله حتة واحدة، مفيش حواف فيه في النص. يعني بصي لو جينا كده بصينا كده مفيش ما بين العين والعين، مفيش حز مثلا ما بينهم من بعض. اه. يعني عاوز تغسلي البوتاجاز تقدري تفك العيون دي سهل كلها تشيلي. انضفه يعني. اه سهل تنضفيه، تقدري تشيلي العيون كلها، بس طبعا هتتعبي شوية. ممكن تغسلي البوتاجاز كله لأن المية هتمشي كده معاكي، مفيش مشكلة. فمحتاجة مجهود منك شوية. تمام. كده ركبه تاني اهي، الحوامل تركب كل حاجة مكانها بالراحة. بس مش ملاحظة حاجة بقى؟ اه. شايفة مش مش مساوية. مساوية من بعضها ازاي؟ اه. تمام. كده بقى ايه معناها، ايه لو جيت نقلت حلة محلة مش هتنقل معاكي بسهولة. طب احنا لو لفيناها كده، اه. فتخلي بالك من نقطة زي لو انت بتشيليها وتنضفيها وتحطها تاني، تخلي بالك اللي هي كلها سوا واحد. تمام. شايفة كده؟ لما دلوقتي معايا الحلة دلوقتي هقدر اشدها من هنا من هنا وانقلها هنا براحتي خالص، اه من فعلا. غير بقى ما اشيل واتلسع لا بسهولة خالص تقدري تشيليها هي وتعملي اللي انت عايزاه، توديها من هنا لهنا. كويس كويس تمام. تمام. تاني حاجة بقى، دي حاجة ايه، ده حامل ده اللي حامل قهوة. ندخل بقى طريقة تشغيله واعرفك كل حاجة بقى، جزء فيه بيولع ازاي. بص عندنا 5 عيون دهمت، اه. بتوع ال5 عيون اللي فوق. تمام. بص هتلاقي كل حاجة عليها علامة صفرا كده، لو خدت بالك الشاشة اللي فوق تلاقي علامة صفرا، كل صفرا ديت بتدل على مكان العين اللي هتولع. تمام. يعني الأصفر دي بتاعت الأصفر هناك، الأصفر دي بتاعت هنا، دي بتاعت دي. تمام. تاخد بالك كده. اه. عندك هنا مفتاح واحد، كل الجديد بينزل النهاردة مفتاح واحد بس، يعني مش تقدرش تشغل الفرن والشمع مع بعض، مفتاح واحد تقدري تشغل الفرن وتطفي تمام. وبعدين تشغلي اللي فوق. تمام. تمام. دي هنا الشاشة بتاعته، شاشة التحكم بتاعته، أو زر ده الإشعال الذاتي. هو ده اه. تاتش، يعني ممكن قبل ما ألمسه كمان يشتغل لوحده. تاني حاجة دي اللمبة والشواية. انت عملت ايه؟ بص أوريك كده تاني يا فندم اهوت. اه تكين على الزرار اللي في النص ده تمام. يقدر يشغل لك اللمبة والشواية، اللمبة والشواية مع بعض الاتنين. طب فين هت... النار بقى؟ النار هعرفها لك دلوقتي. تالت حاجة دي المروحة، هتلاقي رسمة المروحة ورسمة الشواية ورسمة اللمبة. اه. خدت بالك على الشاشة تمام. كده، مروحة شغالة جوه وعلامتها بتبقى موجودة على الشاشة هنا اهي. تمام. تمام. لو جينا بقى طريقة تشغيله، البوتاجاز ده مبيشتغلش زي اي بوتاجاز كده يفتحها كده، لأ، ده مانع للأطفال، مانع للعب الأطفال وكده. لأ ده بيشتغل ازاي، ده في نظام السيفتي الأمان. بس مم. حضرتك بتضغطي كده على المفتاح، اه استنى ضغطها كده. لجوه.
تمام. استنى عيد مش مظبوطة اهي، استنى اعدلها. ايوه. لمدة 10 ثواني اه او تمام. 5 ثواني تسيب ايدك كده، هتلاقي النار اشتغلت عادي لوحدها. صح تمام. امال اللي ده هو ايه؟ اول واحد ده هو اللي بيشغل الاشعاع الذاتي. اه تضغطي على المفتاح لوحده، بعدين تتك على الاشعاع الذاتي. مجرد ما تضغطي بس الاشعاع الذاتي يلقط، بسيب ايدي الاشعال، تفضل ضغط على المفتاح. جربي تمام. بايدك بقى التاني كده لوحدك كده، اه سيبي ايدك بقى كده. تمام. خلاص. ايوه اشتغل تمام. طب لو التالتة بقى، تعالى ولعها كده وسيبنا ايدينا على طول. يعني شغالة اه كده التالتة كده اللي في النص. ايوه. هضغط لك اهوت على الاشعال، سيب ايدك هتلاقيه يفصل على طول. سيب ايدك هيفصل. اه لازم افضل ضاغط على المفتاح 15 ثانية او 10 ثواني لحد ما يسخن. سيب تمام. ايدك بقى كده، هيشتغل عادي طبيعي مفيش اي حاجة اهو. ده ميزة الامان بقى، الامان الكامل. اه حاجة فارت منك، اطفال بيلعبوا مش عارف يشغلوه، مش عارف يفتحوا يشغلوه. تمام. جرب ايدك بقى الباقي كده. اه انت معانا الاشعال الذاتي ومعانا المفتاح، بشتغل بايدي الاتنين. تمام. بايد باليمين بفتح بيها العيون وافضل ضغط 10 ثواني، وايد تاني بتك على الاشعال. ايوه ايوه. دي اعلى حاجة مستوى في النار، اللي هي علامة السهم ده كده، ده اعلى حاجة كده في مستوى النار. ماشي. تمام كده. دي كده الخمس عيون اللي فوق اهوت. نجرب لك بقى الشوايه، تشغل الشوايه. اه تمام. مع تكة الاشعال، يعني هو برضو المفتاح مفيهوش اشعال، لازم انت تضغطي تفتحي يمين وانت تضغطي على الاشعال الزيتي لوحده هنا. تمام. بص هوريكي برضه اهوت، ده كده تشيل دي الرف عادي، بتفك وتركب عادي. اه عامل لك هنا حامل في الجنب اهوت شبكه، وتقدري تفك وتركبي عادي بسهوله عادي اهو. شفت الحامل دي سهله، يطلع الرف ويخش سهل. ماشي. تمام. ماشي تمام. دي ميزه برضه في مش حديد، يبقى ديت يمين كده بنجيب الشوايه ونشغلها. اه تجيب زرار. طب انا عاوز اشغل برضه الفرن، بفتح اجيبها زرار شمال وافضل ضاغط برضه 10 ثواني. اه. هتلاقي النار شغاله، شايفاها فتحات ديت باينه ايوه قدامك ايوه كده. ايوه ايوه. واسيب ايدي على طول، بيقوم جاي طبعا ثابت على طول كده الفرن شغال. تمام. واقدر اتحكم معاك لحد 210 معاك ماكسيموم، معاك درجات الحراره بتاعه الفرن. تمام. تمام. وده الرف طبعا عشان انت ايه، ده بتحط تحت الفراخ. شوية الدهون وقعت بتنزل ايه على الرف ده، تغسليه بره ايوه ايوه تقدر تركبيه تاني. ايوه ايوه. تمام. في ميزه حلوه بقى هنا في فريش، هنا بص الباب بتاع الباب، بص الباب كده اه سوفت كلوز. سوفت كلوز، القفل الناعم، دي ميزه حلوه بتنزل في فريش. اه اه. تلاقي في كمان خزنه تحت اهيت، تقدر تمام. تستخدميها برضو تشوفيها طيب الزجاج عاكس، هشوف لو انا عامله كيكه هشوفها ازاي مثلا؟ اه ولسه فعلا قدامك اهو مراية عاكس شايفها. ده عاكس بيديك اهو، بس انت بقى هنا حاجة، لو شغلت اللمبة تقدر تشوف اللي جوه، يعني لو شغلت اللمبة كده تقدر تشوف كل حاجة جوه عادي. اه تقدر تشوف الكيكة عادي براحتك كل حاجة اهو. تمام ماشي. بس في حاجة بقى، اللي الشواية بتلف مجبرة اوتوماتيك، يعني هم عاملين اللمبة مع الشواية، يعني لما تيجي تتك على اللمبة يشغل لك الشواية معاها. الاتنين مع بعض الاتنين يعني. مع بعض وزر واحد. في معلومات اه حلوة بقى تمام. اقولك عليها، انت هنا المروحة تقدري تشغلها مع الفرن وتقدري تشغلها مع الشواية. اه يعني المروحة ديت تقدري تشغلها مع الفرن اللي فوق او الشواية. دي ايد الشواية تقدري تشد منها السيخ، بتيجي طبعا ايد بتشد منها السيخ. امم. مساحة بقى الازاز بقى، شفت الازاز من جوه عامل ازاي، مستغلة كل ازاز، مفيش بقى فيها مسامير تخش فيها دهون. اوريك بقى شكل البوتاجاز كده من الاخر، شكل البلت يعني، بص ازاي متقفل في رخامة 90 سنتي مستغلين. مدخل الغاز بتاعنا يمين اهوت، في فتحتين غاز، يعني تقدر تستخدمي الفتحة دي او دي. وده شكله النهائي بتاعه، يعني اقدر احط في قلب الرخامة واقفل عليه في قلب الرخامة اهوت. طب حلو قوي كده، عيوبه ايه بقى؟ بصي، معنى كلمة تيفال يعني مش بيبان فيه الوساخة، بس مش معنى ذلك ان اجيب سلك وانضم بيه، لا، انت سفنجة وتمسحي كل الوساخة اللي تبان معاك، اي حاجة تقع عليكي تمسحيها مش بسلك. تاني حاجة اللي انا شايفه يعني هو عيب ومش عيب، اللي هي بص الحاجة لو وقعت هتغسل البوتاجاز كله، يعني لو حاجة اتكبت منك او فرط. ودي حاجة طبعا في ناس تعتبرها ميزة، ان انا امسح براحتي واخد البوتاجاز كله. في ناس تقول لك لا، انا ما عايز اغسل بس ديت بس مستعجل. تالت حاجة بقى الاشعال الذاتي مش في المفتاح نفسه، يعني لازم تضغطي بايدك، تستخدمي ايديك الاتنين، تستخدمي ايديك اليمين تفتحي بيها والاشعال. واللعيب التاني شايفه الشاشة بتاعته دي تاتش ازاز، يعني الشاشة دي لو باظت
مش عارف هتعملي ايه يعني، الشجرة باظت هتفتحي الإشعال ازاي دلوقتي؟ تقدري تستخدمي الكبريت تاني.